يلا بينا ننضف البوتاجاز سوا. والنهارده هيبقى معانا مساعد هيساعدنا في تنظيف البوتاجاز، وهو السبراي ده كان طالع فتره ترند، بس انا بصراحه ما كانش عندي فضول ان انا اجربه لحد لما صاحبتي جابته لي هديه، فقلت هجربه معاكم. اللي متابعني عارف مشكلتي مع البوتاجاز، انا عندي بوتاجاز فريش بيلت ان. مشكلتي معاه شايفين يا جماعه، الاستانلس بينقط وبيعمل بقع ما بتطلعش ابدا، فالاستانلس بتاعه وحش قوي قوي. فانا قلت هجربه على الاستانلس. طبعا كل الناس اللي بتجربه على السوشيال ميديا بيجربوه على دهون بقى قويه جدا، بس انا بصراحه هحطه في اختبار اصعب، ان هو يشيل لي البقع اللي ما بتطلعش ولا اي منظف بيطلعها خالص من الاستانلس. لبست جلافز علشان برضو خفت يكون قوي. وبعد كده يا جماعه بدات ارش على البوتاجاز والحواوي المحطوطه وكله، وهمسك سبونج خشنه شويه، طبعا مش اللي هي السلك، سبونج بس خشنه شويه، وهبدا ادعك الحوامل وهي موجوده على البوتاجاز. ده اسهل كتير واسرع. وبعد كده هاخدها اشطفها على الحوض. شلت بقى يا جماعه الحوامل وبدات ادعك في الثلث كويس قوي، واتكه جامد وانا بدعك، علشان على امل ان البقعه دي كلها تتشال من الاستانلس. ده كده يا جماعه كان شكل البوتاجاز بعد ما بدات ادعك. دعكت حوالي دقيقتين، ما دعكتش جامد قوي عشان زي ما بقول لكم مفيش دهون. وهنا بقى كانت الصدمه، ان بعض البقع مش كلها برضو، علشان ما بقاش بقف. فهو اداني نتيجه 90% بالظبط، واداني لمعه حلوه قوي الاستانلس. انتوا شايفينها قدامكم، هتشوفوا كمان شكل البوتاجاز في الاخر. لمع لي الاستانلس كويس قوي. طبعا اللمعه دي انا مش بوصل لها بتاتا الا لما اغسله مره واثنين وثلاثه بسبونج وصابون، ولمعه بزيت اطفال او زيت جونسون. المهم بقى رجعت كل الحوامل مكانها، وهوريكم دلوقتي شكل الاستانلس عن قريب. بعض البقع او كلها، يمكن كلها اختفت. باقي كام بقعه كده هم معلمين في الاستانلس مش راضيين يطلعوا خالص. شكل البوتاجاز بقى بيلمع حرفيا. طبعا الحوامل نضفها كويس قوي قوي. اعتقد كمان يا جماعه ان انتوا البوتاجازات بتاعتكم لو مش الاستانلس بتاعها وحش زي بتاعي، فاكيد هيديكوا لمعه اكتر. فلو لقيتوه في اي مكان اشتروه، وسعره كويس قوي قوي بالنسبه للي بيعمله.